الاجواء كلها بتخليني اتكلم في مشاكل الكبار، مع اني كنت ناوية ان انا ما اتكلمش في المشاكل بتاعت الكبار دي يعني تاني، واكتفيت بمشاكل الاطفال بس. يعني خلينا نفك مع بعضنا شوية. لما تيجي الزوجة زوجها يجي يقول لها انا عايز اتزوج عليكي او عايز اعدد، حقك تصوري وحقك تتضايقي وحقك تزعلي، بس حق عيالك عليكي انك تفكري. وده مش حق انتي بتتفضلي بيه عليهم او تضحية انتي بتتفضلي عليهم بيها، لكن ده حق ليهم. زي ما اتجوزتي الراجل اللي بقى ابوهم، ليهم حق انك تضمني لهم ان الشخص ده يفضل في حياتهم او لا. فهم اللي بيدفعوا دايما الضريبة مش انتي يوم 2-3 سنة هتتجوزي، هيبقى ليكي حياتك الجميلة اللي يمكن احسن من حياتك الاولانية. ف3 حاجات لازم تخلي بالك منهم لو الزوج جه قالك انا عايز اعدد، عايز اتجوز عليكي. اول حاجة اياكي ان انتي تقولي له لا، يعني لا وتساوميه وتعملي مشاكل، لان هو ده بيولد عنده روح كده الانا بتاعته بتعلى شويه، وبيبقى عايز يثبت لنفسه انا سيد قراري، وهي مدام قالت كده فانا هعمل كده، يعني هعمل كده. فكلمه لا والصياح والزعيق دي مش هتجيب نتيجه. طب اعمل ايه؟ احاول اتفاهم معاه وافهم منه هل ده فعلا قرار نهائي ولا لا، هل انت خدت القرار عن اقتناع وفي شخصيه قدامك مناسبه ولا لا، وفي في امل ان انت ترجع فيها، ولا مجرد ان ده كلام وخلاص تتناقشي معاه يعني. تاني حاجه، بلاش لما يجي يقولك كده تبدأي تاخدي الموضوع على صدرك وعلى قلبك، وانا مقصرة معاك في ايه، ده انا شايلك من على الارض، وتبدأي تدخلي في نوبات غضب لا لا. ليه؟ لان موضوع التعدد كتعدد مش لمجرد ان انت، او مش لانك انت فيكي عيب او انك فيكي مشكلة، بالعكس انت ممكن تكوني ست الستات فعلا. بس فكرة التعدد ان الرجالة بطبعها، بعض الرجالة عندهم القدرة ان هم يجمعوا في قلبهم اكتر من واحدة، فده طبيعي جدا ومش هنقدر نتكلم فيه ولا هنقدر، ملناش سلطان عليه اصلا. هم نفسهم ملهمش سلطان على قلبهم، فاحنا مش هينفع نتدخل. تالت حاجة ودي مهمة جدا جدا، يعني انتي في الوقت ده مش هتعرفي تفكري ولا تعرفي تقرري، بس هل في الوقت اللي هيقولك فيه انا هتجوز مثلا، هل تقدري تقعدي مع نفسك كده تقولي هو انا ممكن لو اتطلقت اتجوز ولا لا؟ والسؤال ده مش علشان مثلا تغذيه، لا لا لا. هل فعلا لو انفصلتي عن الشخص ده هتقدري تتزوجي؟ مش حبا فيه، لا، علشان الاطفال اللي معاكي هتقدري تتزوجي وهتقدري تفتحي بيت وهتقدري توازني ما بين الراجل ده والاولاد دي، لانه مهما عملتي هم مش ولاده. ومرات الاب مهما عملت، اولاد زوجها مش اولادها، مش عشان هي وحشه ولا عشان زوج الام وحش، عشان هم العاطفه. واحده خدت ابونا وواحد خد امنا، فهي معظم العلاقات بتبقى دي الاطار بتاعها. ومهما عملتي الناس كلهم شايفين ان ده جوز ام اكيد وحش ودي مرات اب اكيد وحشه، محدش عارف الدواخل. ليه بقى لازم تسالي نفسك السؤال ده، وهو انك هل لو طلقتي من الراجل ده هتتجوزي ولا لا؟ علشان لازم تاخدي وقت تختبري فيه مشاعرك وحالتك النفسيه قبل ما تقدمي على موضوع الانفصال. لان كتير من السيدات بتلاقي ان الموضوع عادي. انا كنت اعرف واحده زميلتي كان حصل معاها الموضوع ده، وكان ساعتها قليله الحيله، مش كانت بتفكر، بس هم اهلها رفضوا وكده انها تتطلق، وهي اضطرت انها تقعد وقالت خلاص. اسبوع 2-3 شهر شهرين، مع 3 شهر حست ان الموضوع عادي. هي مش حاسه، هي كل ما تفتكر طبعا تتأزم، بس هي مش حاسه ان الموضوع هيكون او كان بالبشاعه اللي كانت هتبقى عليها لو هي كانت مع اطفالها وشايله مسؤوليتهم لوحدها. فالفكره كلها مقدرتك انت، بس بعد التجربه. كلنا بنصور كسيدات ونساء وزوجات ازاي يفكر في واحده غيري، ازاي هيبص لواحده غيري، ازاي قلبه دق لواحده غيري. بس هل احنا حطينا نفسنا، ولا قدر الله ربنا ما يكتبهاش علينا ابدا، بس انا بتكلم على السيدات اللي بالفعل وقعوا في الموضوع ده، هل حطيتي نفسك
في الاختبار الحقيقي وقت ما هو خلاص تزوج وشفتي نفسك هل هستحمل علشان الاطفال دي ولا لا، مش هاجي على نفسيتي ولا على صورتي ولا على نفسيتهم ابدا، انا هختبر نفسي، هختبر نفسيتي كمان، هل انا استحملت ولا لا، هل عادي ممكن الموضوع يجي منه والضرر اللي موجود هيكون اقل لو كنت عايشه لوحدي مع الاطفال دول بعيد عن ابوهم وهم حاسين بعاطفه ناحيته او حاسين ان هم مفتقدينه او. فلازم تحكمي على الموضوع من جوه، ما تاخدكيش كده الحميه بتاعتك والضيق والزعل والغضب ان انت تحاولي تاخدي رد فعل بقى بناء على ان انت هتتجوز فناخد رد فعل. لا، انت لازم تكوني بتفكري كويس جدا. احنا عندنا اولاد واولادنا في احتياج دايما لابوهم ولامهم لو هو كان راجل صالح يعني وعارف يربي. فحته الاحتياج دي هتخليكي انت دايما طول العمر حاسه من جواكي بحاجه شدكي من هنا وحاجه شدكي من هنا، اللي شدك من هنا كرامتك وان انت قدرتيش تستحملي، واللي شدك من هنا مسؤوليتك ناحيه اولادك. فالفكره كلها قدره وتحمل. ادي نفسك الفرصه انك تتحملي ولا لا، او انك هتستحملي الوضع ولا لا، وفرصه للظروف يمكن تتغير، يمكن ما يحصلش نصيب بينه وبين الست دي، يمكن تحصل اي حاجه. وعلى كل مفيش ست جت اتكلمت معايا في موضوع ان زوجها عايز يعدد وقلت لها لازم الاستغفار واكتري من لا حول ولا قوه الا بالله واكتري من حسبي الله ونعم الوكيل كتير 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 طول ما انت قاعده، وتصدقي وادعي كتير الا وربنا صرف الست دي عنه ايا كانت بقى كويسه وحشه، صرفوا عنه الجوازه اصلا الثانيه دي. هي مش دايما يعني انا كل اللي اعرفهم كده، بس عشان ما حدش يقول لي ايه ده هو سحر، هو مش سحر ولا حاجه، ده ذكر الله. بجد بامانه مفيش واحده من زميلاتي جت قالت لي الموضوع ده ودومت على الذكر والاستغفار والحوقله الا لما ربنا شال من عليها الغمه دي. يعني ربنا يحفظنا كلنا يا رب ويبعد عنا الخراب كله. والزواج التاني مش خراب ولا حاجه، لكن هو انا ما اقدرش اقول على حاجه ربنا شرعها خراب، لكن الخراب بيبقى في نفوسنا احنا اللي نفسيتنا بتخرب، احنا اللي ما بنقدرش نستحمل عشان هي طاقات، انا استحمل غيري ما يستحملش، فهي بتبقى كده. فربنا يحفظ لنا بيوتنا وازواجنا واولادنا يا رب.